المتصل ابو علي من البطحه يقول قله مشاركات لعبه كره اليد في باقي المنافسات. احنا جاوبناه بس كتوضيح بشكل سريع يعني. لا موجود يعني السنه عندنا نادي الدقار والنصر مشترك الدوري المحترفين، والعام نادي الناصريه. لا نادي النصر ونادي بس هو حتى ما فهمت يقول ما بارز للاعلام هذا الشيء. ليش؟ ما بارز للاعلام، احنا علينا ننشر، تبقى دور الاعلاميين. صح. يعني المفروض الاعلام مو بس ينشر القدم. يعني صح. احنا الاعلاميين احنا نبادر عليهم ونقول لهم ينشرون ونسوون. صح. فالمفروض الاعلامي هو يدور الخبر. ابو علي واضح يقول لك الاعلاميين هم ما جايين ينشرون بس القدم، يعني مو كلهم اغلبيتهم، بس احنا جايين ننشر وجايين نحفزهم. بس هو هذا يعني الحل. المفروض الاعلام ينشر يعني بصوره عامه القدم يعني خلينا نقول اللعبه الاكثر شعبيه، وتجي وراها السله واليد والطائره، هن ذني الالعاب المميزه، فلازم يكون دعم لكل الالعاب. المتصل علي ظاهر يقول حققتم موسم مميز، هل هناك لاعبين جدد في الموسم الماضي لو ظلوا نفس اللاعبين؟ والله هاي لحد الان ما نعرف، احنا منتظرين نشوف شنو الدعم اللي راح يجي للفريق حتى انت تحدد اللاعب اللي يجي واللي ما يجي. تمام زين. المتصل ابو هذا حسين علي يقول نادي الدقار يشارك بالدوري بفضل الكابتن حسام لاول مره في مشاركات النادي رغم قله الدعم المالي، ما هي تحضيرات الفريق للموسم القادم؟ هو اول شيء مو بفضل نقول احنا كابتن حساب، لانه هو انا بوحده ما اقدر اسوي فريق. مساعده النادي، مساعده اللاعبين، قلت لك انا لاعبين الناصريه من يجون ببلاش هم مساعدين وياي وانا هم لاعب وياهم. اي يعني فالكل ساعد واللي دعم الفريق كله ساعد حتى تطلع كرة اليد بالمحافظة. الاتصال الاخير مال الدكتور عامر هذا نخليه بالاخير. خليه دكتور عامر شويه تحملنا انت. طبعا عندنا السؤال هنا يقول نرجع له. الموسم الماضي هذا احد الاشخاص يعني دز رساله، وهسه هم اكو اشخاص هنا هم دزوا له رسائل. يقول الموسم الماضي نادي الناصريه بوجود كابتن حسام يطالبون بلاعبين من داخل المركز. مو صحيح هذا الحكي؟ لا. يعني من طلعوا وقالوا احنا لاعبين مركز ما عندنا، يجيبون لاعبين من برا محترفين، والسنه لاعبين نادي الدقار اغلبهم من البصره. لا ماكو هيك. احنا اصلا بالمركز عندنا لاعبين قليلين. يعني اكو لاعب محترف. لاعبين المحترف يعني اللي يعرف يلعب هو واصل مرحله، هو يمكن اني وزيد، واكو لاعبين بالنصر، هم اكو لاعبين نقول ذول واصلين مرحله، البقيه لاعبين شباب يعني يريد يتطور. هذا اللي يتطور يراد له تمرين هواي، يراد له لعب هواي، يلا يوصل للمرحله. فلازم انت تطعمهم بلاعبين من خارج المحافظه حتى تقدر تنافس. والله لاعبيننا ما نقدر ننافس بهم واحد. زين. الدعم المالي كان له دور بعدم مشاركه الناصري هذا العام في دور كره اليد باعتبارك انت العام نادي الناصر؟ اكيد. يعني تعتبره سبب رئيسي؟ سبب رئيسي يعني مو ماكو مدرب لو فد شيء؟ لا. تمام. زين. عندنا المعرقلات التي يواجهها اللاعبين مع الانديه. شنو المعرقلات؟ انت كلاعب هسه تروح للانديه اكو معرقلات تواجه اللاعبين، شنو المعرقلات؟ يعني احنا اكثر معرقلات اللي واجهتنا يعني اكو هي تنقسم قسمين، اكو انديه مثلا محترفه ما تواجهك بها معرقلات. قصدك من الناحيه الماديه؟ اي من الناحيه الماديه، اذا نادي امكانيته زين. من الناحيه الفنيه والاداريه؟ من الناحيه الفنيه اكيد هو راح يجيب. انا اكثر مشكله عانيت بها وجود المحترفين بالساحه. يعني في فتره اول ما طلعت كانوا اكو محترفين، النادي اللي انا بيه كان يجيب محترفين على مستوى عالي بالمركز مالتي، فما كنت اخذ فرصه او العب هواي بسبب وجود المحترفين. فهي اكثر شيء عانيت من عنده بالانديه. اذا عاد نادي الناصري الى المنافسه فهل ستعود معهم؟ انا مو هسه خلينا نسولف سوالف. لا خلينا نسولف سوالف. انا اسولف لك. انا بس بعد ما نكمل لك سؤالي. كمل سؤالي. كمل. نادي الناصريه رجع ودعم وفلوس خير من الله ورواتب كل لاعب مليون خلينا نقول مثلا. ومدرب خلينا نقول يعني شخصيه جيده مجال التدريب، ترجع لا ما ترجع؟ انا مو الفكره مالتي اجي العب بنادي الناصريه او نادي الدقار، كل فكرتي اطور اليد بالمحافظه. انا لعبت تقريبا 14 سنه خارج المحافظه. يعني ما عندك عنصريه مال اسم المحافظه واسم نادي الام وهاي الامور؟ ما عندي. انا المهم هنا بالناصريه تصير اكو كره يد ويصير اكو فريق مشترك بدوري المحترفين، لان احنا اذا ترجع ماكو عندنا اي لعبه مشتركه بدوري المحترفين. يمكن انت مساء ذكرت قلت الشبايش يمكن مشتركين بالطائره، شبايش الاهوار مو بالمركز هنا. ايضا حتى الطائره اي مركز ما عندنا، مركز ما يعني احنا موجوده. انا ذيك الفتره كلها متابعها، ماكو اي فريق عندنا بدور المحترفين. استاذ حسام، ماذا يحتاج نادي الدقار لكي يجاري انديه النخبه او انديه المحترفين الاربعه الاوائل؟ والله هو الاحتياج. الدوري
12 فريق. احنا مال الجاري الانديه الاربعه الاوائل صعب، لان ذول الاربعه الاوائل ميزانيه النادي اقل شيء تلقاه 600 مليون. احنا العام يمكن خلصنا، يعني انتم تبقون بس بالبقاء. احنا اذا نريد ما نقول ننافس ذولي، بس انت تقدم مستوى يليق باسم المحافظه، يعني بعيد عن الهبوط ولا قريب على الاربعه الاوائل. تقدر تنافس، خلينا نقول المناطق الهادئه، خلينا نقول الخامس واللي جو، لان انت اذا تريد تنافس دول الفوق لازم تصرف فوق الاربعه دول المستمرين بالاختبار. حشد، جيش، كرخ، شرطه، وهسه جاهم نفط البصره. ماشي. كلها انديه مؤسسات، انديه ما يهتم للصرف، اي لاعب يجيبه، مو مثلنا احنا صرف. استاذ احمد شوي نميل عليه خجول شوي. اي والله لا ما تصير زحمه. استاذ احنا تدري بعد الوقت داهمنا وعندنا عده اسئله، بس نحاول الاجابه على السريع ان شاء الله. هل كانت خلافات فنيه بينك وبين مدرب نادي الناصريه السابق الذي يشغل مهام الهيئه الاداريه دكتور عمرو عدنان؟ مو خلافات باختصار، يعني باختصار مو خلافات فنيه، بانما اكو وجهات نظر اختلفت يعني هيك. ماشي. هل هناك نيه للتدريب في المواسم القادمه؟ بعد ان شاء منا اعتزل اللعب ان شاء الله. والله حسب الظروف، حسب الصحه. ماشي. في آخر عامين ما السبب الذي جعلك تلعب داخل المحافظة ولا تعود للأندية التي لعبت معها سابقا؟ يعني هسه مو قلت لك احنا لازم اريد اسوي كرة يد بالمحافظة، اريد اطور المحافظة، ويعني هذا السبب اللي خلاني ارجع هنا العب بالمحافظة واصر على دعم او اسوي كرة يد بالمحافظة. الحكومة المحلية داعمة للفريق؟ ابد ما دعم الفريق نهائيا. داعمكم؟ داعمنا سيد مؤمل مدير شركة الماس، وجه له تحية. هذا الشخص دعم الفريق هذا الموسم كلش هواي. اكو مسؤولين بقى يعني دعموا، بس مو بالمستوى المطلوب، يعني مثال يعني ما نادي ذي قار دعمه لكم؟ نادي ذي قار ما قصر الحج بالامكانيات المحدودة اللي عندهم. ناس هسه تقول لك نادي ذي قار عنده املاك ولازم هو يصرف، بس هو هذا الشيء مو صحيح، لان الاملاك كلها راجعه للماليه. زين. فمعتمدين على المنح اللي تجي من وزاره الشباب بالرياضه. زين. احنا عندنا هنا هم اكو شخص داز لنا رساله هسه يقول عندي 3 اسئله، طبعا السؤال احنا جاوبناه. هل كان يلعب بنادي ذي قار لاعبين مجانيين يعني بدون راتب على مدار موسم كامل؟ لاعبين المركز؟ لاعبين المركز باختصار كل ابناء الناصريه ولا واحد مستلم راتب. يقول كيف يتعاملون مع اللاعبين المركز اذا انصاب لاعب لا سامح الله، يعني شلون يتكفلون بعلاجه ومصاريفه ويلعب مجانا؟ تساعدونه لو ما تساعدونه؟ اكيد نساعده. احنا النادي عنده طريقه بالعلاج، يروح اللاعب يتعالج ويجيب وصولات. والسؤال الاخير يقول السنه القادمه نادي ذي قار مشارك بالدوري المحترفين لو لا؟ قلت لك هاي حسب الدعم المادي، وان شاء الله هو راح يشارك. يعني ننتظر دعم الحكومه المحليه. قبل لا نختم، وصلنا لمسك الختام، قبل لا نختم عندنا انجاب واتصال استاذ عامر. استاذ عامر شو يقول؟ يقول انا ما اسال بس اوضح. الفريق اذا بدون مدرب ما يسوي شيء، نقطه راس سطر. صح، هاي ما نختلف عليها. ما نختلف. الشغله الثانيه يقول ظروف صعبه مرت بنادي الناصريه وجود انديه كبيره كالفتوه ونفط ميسان والتعاون، فزنا عليهم ذولي. يقول يعني ظروف صعبه، واكو نادي يمكن نادي نفط ميسان اخر شيء مسجل اخر ثانيه. نفط ميسان التعادل وياهم. هو شو يقول لك رديت على جوابك، انا دزيت لك شخص راضي ينطيك راتب ورغم احنا ما عندنا فلوس ودعمنا كان محتاج. ما اجانا اي شخص راضي ينطينا راتب. سمع الدكتور عامر يقول ما اجانا اي شخص ما اجاني. هو راضي يجاوبك للامانه، راضي يجاوبك من الساعه، بس انا رفضت قلت له منا لبن حتى ما تصير مناقشه. ماكو اصلا، انا بقيت منتظر. خابرني شخص قال احتمال راح يطلعون راتب وبس، ماكو ما حد خابرني وقال اكو راتب، وانا مع العلم له مجرد راتب رمزي، يعني حتى لو نقول 200,000 كان يجوز بقيت. استاذ احنا ندخل بالشق الاخير حتى نختم البرنامج، ان شاء الله. المخرج جاي ياشر لي اجمل مبارياتك الرياضيه باختصار. هي هواي والله مباريات حلوه، بس اكو لعبه كانت ابطال اسيا كانت بقطر، يعني لعبه نادي نفط البصره ويا نادي الكرخ. شو انتهت النتيجه؟ انتهت النتيجه تعادل. وانت شنو سويت بيها؟ مسجل انا بيها 12 جول. تمام. أسوأ مباراة؟ أسوأ مباراة السنة ويا نادي الكوت، خسرنا فرق جول. ماذا تتمنى بإيجاز؟ يعني باختصار. أتمنى والله الحكومة المحلية، أعضاء مجلس محافظة، المسؤولين على لجنة الشباب بالرياضة يدعمون هذا النادي، لأنه هو الوحيد بيلعب دور المحترفين وجاي يمثل محافظة. أستاذ حسام كلمتك الأخيرة.
كلمتي الأخيرة. لا ما هو إن شاء الله ما تعب. والله أنا أريد يعني الفكرة العامة بأن إحنا أهمنا نطور الرياضة وكرة اليد بالمحافظة. فأنا اللي أتمناه بأن أي شخص مسؤول عن الرياضة، كان إعلامي أو كان مسؤول، يعني أتمنى يدعم كرة اليد، لأن إحنا عندنا مشاركة مع الدوري لازم يمكن راح تبدأ في شهر 9. فإحنا مبالغنا اللي نحتاجها بسيطة. نعرف إحنا الأندية مالتنا مو مؤسسات، أندية تعتمد على المنح من وزارة الشباب والرياضة، والمنح جدا بسيطة، يعني يا دوب تكفيك هي نقل أو إيفاد سفر، ما تكفي رواتب. فنتمنى الحكومة المحلية أو أي أحد مسؤول وأخص الإعلاميين أتمنى يدعمون كرة اليد بالمحافظة. أستاذ حسام، إحنا وصلنا مسك ختام الحلقة، بس نذكر أخواننا المتصلين